واش راك من الناس اللي يفيقوا مرة زوج 3 خطرات في الليل باش يروحوا حاشاكم يبولوا؟ الا الجواب ديالك نعم، خلي بالك وكمل سمع مليح، خاطر اللي راك رايح تعرفه اليوم يقدر يبدل نومك وصحتك بالكامل. بزاف الناس في بالهم باللي سي نورمال ينوض شحال من خطرة في الليل حاجك باش يروح للتبول، بصح الحقيقة هادشي ما راهوش نورمال. هادشي في الواقع راه انذار، راه اشاره بعثها لك الجسم ديالك باش يقولك بلي كاينه حاجه ينفو تبدلها. الاسم الطبي لهذا الشيء هو لا نيكتوري، معناها انه الانسان يفيق كثر من مره في الليل، اعزكم الله، من اجل التبول. بالك كاين يحسب له بلي هذا الشيء حاجه نورمال ما فيها والو، بصح الحقيقه هذا الشيء ياثر على النوم تاع بنادم ويأثر على الطاقه ديالو. الحاجه الاولى اللي لازم نفهموها هي انه الانسان اللي الرقاد تاعو مخصب، هذا الشيء اثر بزاف على صحته. وعلاش؟ لانه الجسم ديالنا يقوم بعمليه التصليح في الليل اثناء النوم. كاين هرمونات الجسم تاعنا يخدمهم في الليل، والدماغ ثاني، يعني المخ يصفي روحه من السموم والتراكمات تاع النهار، الخدمه هذه يديرها في الليل. وكل انسان يكون النوم ديالو مقطع، ما عندها الجسم ديالو راه يتلخبط. هذوك الحوايج اللي لازم ينداروا في الليل، تصليح تاع الجسم وافراز الهرمونات وتصفيه الدماغ، كيكون الارقاد تاعك مخلط، هاد الحوايج كامل ما يصراوش. والدراسات في هذا المجال بينت باللي الناس اللي يفيقوا شحال من خطره في الليل، 2 مرات ولا اكثر، عندهم تعب مزمن ويولوا ينعسوا في النهار، ويكون عندهم نقص التركيز ونقص الذاكره. وبزياده على هذا الشيء، الانسان كينوض في الليل يكون نص راقد، خاصه الا كان انسان كبير في العمر. الشيء هذا يقدر يكون السبب باش يطيح، يتكسر، يقدر يتكسر لا قدر الله في الباصه ديالو ولا في يدو، وهذا الشيء يغير له كامل حياته. علاش يقدر يطيح يتكسر؟ باسكو واحد كيكون راقد ويروح مزروب حاشاكم من اجل التبول، وردود الفعل ديالو تكون بطيئه، يعني لي ريفلكس تاعو تكون بطيئه. واحد في النهار كيجي يطيح ثم يحوس يحكم في حاجه، تكون عنده ردة الفعل سريعه. بصح واحد كينوض مرقد ميم يحوس يحكم في حاجه، شغل الفعل تاعو يكون بطيء، ما عندوش الوقت باش يحمي روحه. والتوازن تاع الانسان تاني في الليل يكون ضعيف، ماشي كيما نهار الانسان التركيز تاعو يكون طالع. باش نعالجوا هذا الموضوع ونتهناو منه، الحاجه الاولى لازم نفهموا علاش عندنا التبول الليلي. كاين بزاف اسباب، كاين اسباب تتعلق بالطريقه